هناك دراسات حديثة الآن اللي بينات بعض المنافع أخرى ديال الكمون واللي خلات من الكمون أنا تنظن بأنه يعني ولا لي بيس ديال المستقبل. فهناك مجموعة ديال الدراسات الآن تبتات وأكدات وبينات العلاقة ديال الكمون مع مجموعة ديال المشاكل الصحية خصوصا في الوقاية ديالهم. هنا غنبدا بأول شيء الآن مثبوت علميا بأن الكمون بين الأغذية المهمة المدرة للحليب عند المرأة المرضع. وبالتالي فاعطاء الكمون للمراه المرضع يعني سواء معلقه تشربها سواء تخلطوا مع البيض اذا كان عندها البيض او لا مهم الاستهلاك ديالو او لا مع الخبز. انا بصراحه الاستهلاك اليومي ديالي ديال الكمون هو مع الخبز. فهذه النقطه الاولى فهو ماده مدره للحليب عند المراه الحامل. ثانيا بالنسبه لتثبيت الكالسيوم على العظام وبالتالي فهو يقي من هشاشه العظام لان فيه فيتوستروجينات. نعم فيتوستروجينات. هذه الفيتوستروجينات تساهم في تثبيت الكالسيوم عند العظام لان الاغلبيه ديال المشكل ديال هشاشه العظام ولا ديال النقص في الكالسيوم تيمشيو مباشره وتكثروا من الاستهلاك ديال الاغذيه اللي فيها الكالسيوم وهذا اكبر خطا تيدار لان الكالسيوم عنده علاقه بمجموعه المكونات اخرى عنده علاقه بفيتامين دي عنده علاقه بالفوسفور بالمغنيسيوم وكذلك بهذه الفيتوستروجينات اللي تساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام لا يكفي فقط تناول الكالسيوم. النقطه الثالثه كذلك هو بعلاقه الكمون بالشيخوخه ديال الجلد. فالكمون عنده نعم مباشره بالجلد فهو تساعد على تفادي الشيخوخه ديال الجلد. النقطه هو بالنسبه للتوتر وهنا غادي نطول شويه. فالكمون عنده علاقه بنقص نسبه التوتر يعني الدراسات تبتات هذه المساله هذه وربطاتها بالمشكل ديال القولون. تحدثت لي قبيله على المعده كلنا تنعرفوا ملي تيكون عندنا مشكل على مستوى المعده مشكل ديال الهضم او عندنا مشكل ديال الانتفاخ فتنمشيو تنشربوا واحد المعلقه ديال الكمون ولا جوج معلقات ديال الكمون. فالان تنهضروا على القولون وخصوصا القولون العصبي. فالقولون العصبي هو مرتبط بشكل مباشر بالتوتر عند الشخص. فالكمون شرب ملعقه ولا ملعقتين من الكمون بشكل مباشر. فالدراسات تبتات على ان الاستهلاك ديال الكمون على الاقل لمده 15 يوم فيساعد على خفض هذه المشاكل على مستوى القولون العصبي وخصوصا في طرد الغازات على مستوى الجهاز الهضمي. ما تنستهلكوش الكميه الكافيه ديال الكمون بشكل يومي. ربما نستهلكوه ملي غتكون بيضه مسلوقه ملي غتكون شي اومليت ملي غيكون الشوا حاضر مثلا. وهذه من بين العادات الغذائيه الحميده فمي فاطمه بابو شعيب حطوا الشوا حطوا معاه الكمون. علاش الكمون؟ لانه يسهل عمليات الهضم. فالاستهلاك خاصو يكون على الاقل يعني ما بين ملعقه صغيره حتى ملعقتين على الاكثر يعني على الاقل ملعقه صغيره على الاكثر ملعقتين صغيرتين يوميا. الاستهلاك خاصو يكون هذا. فمن الافضل انا تنقول وتنعاود نقولها للمستهلكين والمشاهدين ادخال هذه الماده الغذائيه لان بطبيعه الحال ما غنهضرش على لان ملي تنجيو نهضروا على المكونات فراه منجم ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه. الناس اللي تيهضروا تيقلبوا على المغنيسيوم مثلا فالكمون فيه المغنيسيوم فيه الفوسفور فيه مجموعه الفيتامينات. راه فيه فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 وبي 9 بالاضافه فيه الفيتامين سي فيه الفيتامين ك. حنا تنهضروا على فقر الدم فالاستهلاك ديال الكمون غيساعدني باش نقي نفسي من فقر الدم. وانا تنهضر سورتو علاش نقول لك هذيك ملعقه حتى ملعقتين يوميا علاش باش نتفاداو هذه المشاكل اللي جايه من بعد. فملي تنهضروا على مشاكل الجهاز الهضمي سميره الان المشاكل الكبيره والعويصه والخطيره اللي كاينه الان في المجتمع ديالنا 70% ديالها مرتبطه بعلاقه الجهاز الهضمي اللي هو ماشي مابقاش في صحه جيده. وانا قلت لك سميره الحلقات الجايه غنبداو نهضروا على هذيك المعده لان هي الاصل ديال المشكل. انا ما تنتهلاوش فيها وباش ما نتلفش الناس اللي تيقول لك ولا اللي كيديجي غمان. انا ما تنبغيش نقول تيضرهم حيت ماشي هو اللي تيضرهم هما اللي ما تيقدروش يهضموا ليشو مثلا او لا اللفت او لا الكرافس او لا العدس. زيدوا مع الكمون في الطياب ديالها مع الكمون فغادي يلاحظوا بان الجهاز الهضمي ديالهم خصوصا المعده غتقبل افضل هذيك الماده الغذائيه على ان الا كلاتها بشكل مباشر غير هكاك. فالكمون عنده واحد العلاقه مباشره واحد العلاقه كبيره بالجهاز. كاين كثير من الناس اللي تيعانيوا من نقص في الفيتامينات في داخل الجسم ديالهم ماشي حيت ما تياكلوش هذوك الفيتامينات ولا حيت المشكل على مستوى الجهاز الهضمي. فمن بين الاغذيه اللي غتساعدني باش نحل هذا المشكل على مستوى الجهاز الهضمي هضرنا على الاغذيه المره هذا الاسبوع وغنعاود ناكد الان على التناول او الشرب ديال الكمون. خذوا كما بغيتي راه ممكن تزيدوا حتى مع اتاي الا بغيتي. واضافه الكمون في الطياب ديالي غنتفادى الملحه وفي الشاي راه غيخليني نتفادى السكر. اضافه السكر لان داك المذاق المجهد ديالو ديك الرائحه القويه ديالو غتساعدني باش نتقبل هذيك الماده الغذائيه واخا ما فيهاش الملح وما فيهاش السكر. حتى بالنسبه للاطفال يعني ابتداء من 2 3 سنوات خاصنا ندخلوا لهم الكمون في الغذاء.